يا صباح الفل والهنا والسعادة عليكم يا حبايبي. ربنا يسعد يومكم وحليه بنور الإيمان وحب الرحمن. اللهم أمين يا رب. يجعل صباحكم يوم حلو مفترج عليكم وعلى أولادكم وعلى جوازكم وعلى كل حبايبكم. كل اللي بيتفرجوا عليا وبيسمعوني هنذكر الله إلا بذكر الله تطمئن القلوب. أول حاجة في الفيديو بتاعنا الجميل الممتع الرائع دي، وتاني حاجة بقى طالبة من اخواتي ومن اصحابي ومن اصدقائي كلكم انه اللي يتفرج على الفيديو يحط اللايك عشان الفيديو كلنا نستفاد بيه. صلاتكم على النبي. ونتفرج بقى على ام هنا النهارده عامله ايه يا ام هنا. النهارده جايبه لكم المروحه. هنلم المراوح بتاعتنا. انا جايبه مروحه، انا معايا 3، فانا جايبه مروحه منهم عشان اعمل عليها الفيديو ده، والتانيين عملت لهم نفس الوضع برضو. هنجيبوا مراوحنا بقى علشان نحافظوا على حاجتنا ونعينوها. هنعينوها ازاي؟ هنمسك المروحة، جبت كيس كوريكس ألوان وليفة خشنة، فتحتها قدامكم وشوية مية قليلين، وتحصروا الليفة جامد عشان الليفة الخشنة ما تسفش مية، تبقى ماسكة من المية، بتاخد بس الريم والرغوة بس. تدعكوا المروحة كده. الطريقة دي للمروحة النجالة أو المروحة العصاية برضو، الطريقتين يمشوا معاهم يعني. واعملوا الفكرة واعملوا الحاجة اللي أنا بعملها دي، وما تقلقوش من أي حاجة عشان أنا مجربها قدامكم، وما تخافوش لما مية ولا أي حاجة من ده. إحنا النهاردة هنعمل إيه؟ هنجددوها، هنعملوا ليها إعادة تدوير وهنجددوها، وبعد كده نحطوها في كيسة وهنعينوها زي ما بنعينوا البطاطين والحاجة بتاعتنا. هنعينوا برضو مراوحنا. أي عالم بقى الشتاء اللي جاي هتبقى بكامل مروحة دلوقتي. صلاتكم على النبي حبايبي. ربنا يعيننا ويعين الجميع يا رب، وخلينا أولادنا وخلينا كل بيتنا يا رب، ويرزقنا رزقا حلالا مبارك فيه. بعد ما غسلناها ومسحناها المسحة الحلوة دي، أنا جبت الرش الألوان ده، سبريه ألوان، اسمه سبريه ألوان. هتروحوا عند أي بتاع بوهيجي هتجيبوها. جميلة جميلة وليها إفادة حلوة جدا. اوعوا يا جماعة تفكروا إن الإفادة ليها للمراوح بس، لا. الأكر الباب عايزين نغيروا لونها، أكر الشبابيك، أكر لا إله إلا الله، الكوميدينات، الدواليب، أي حاجة حديد ألمونيا، الحاجات دي عايزين تغيروا ألوانها أو مصدية أو فيها أي حاجة. الحاجة دي هنستفاد بيها. يعني إحنا لما بجيب حاجة مش بستفاد بيها لحاجة واحدة، أنا بستفاد بيها لكذا حاجة ببيتي. الاسبري ده اسمه اسبريه ألوان. أنا بصراحة اسمه عشان بالإنجليزي أنا مش عارفاه، بس هو هتقول له اسبري اللي بنلون بيه الأوكر والحاجات دي. شوفوا إيه اللون اللي انتوا بتحبوه واللون اللي هيليق عندكم في الحاجة بتاعتكم وهاتوها. يعني في منه ذهبي، أبيض، في كل الألوان اللي انتوا تحبوه. أنا جبت منه الرصاصي. وما تسألونيش ايه حكايتك في الرصاصي، بتبيضي في ايه؟ اما انا الرصاصي هي بتيجي معي كده الصراحة. ماشي. صلاتكم مع النبي حبايبي. مسكنا كده ومسكتها وما عملت بيها. بس لما تيجوا عند الحتت اللي بتبقى رفيعة دي، خففوا ايدكم يا جماعة خالص. لو عندكم رشاجات المواعين دلوقتي اللي بقت بالشيل فلاني، عايزين تجددوها برضو وترشوها، هاتوا السبراي ده ورشوها في الابيض منه، رشوا بيها برضو. صلاتكم على النبي. عندي المفاتيح دي انا جبت كراسه، ورقه كراسه تخرموها زي ما انتوا شفتوا كده عشان ما تبوظوش المنظر كله يعني، علشان المفاتيح تدي اللمعه وترجع الجديده زي ما انتوا شايفينك دي. لو طرطشت منكم وهي على طول ليني تمسحه، عشان ده اول ما بيمسك ما بيتقشرش. ده اول ما بيمسك يعني ما بيطلعش تاني. بصوا، اول ما انا بوريكم في الخشب اهو، اول ما مسك بوريكم ايدي ما طلعتش. لما تيجوا عند الحتت الخفيفة دي خففوا ايدكم خالص على الرش، على اساس ايه؟ ما يتهدرش في الارض بس. وبعد كده بقيت بقى امسح فيها كده، ومسكتها من بره لجوه حتى الفراشات بتاعتها. بصراحة بدل ما هي كانت حمرا، رحت انا مغيرة اللون بتاعها كده، قلت ايه، خليها بالمرة بقى، خلي لونها رصاصي كلها بالمنظر اللي انتوا شايفينه ده. انا حبيت النهاردة في الفيديو بتاعي البسيط ده ان انا اديكم فكرة، لو عندكم الحاجة بتاعتكم نحافظوا عليها ونعينوها برضو، ونحافظوا على اي حاجة ببيتنا. صدقوني انا الحاجة دلوقتي بتنفع والله العظيم. المروحة دي ليها 7 سنين معايا،
والله ليها 7 سنين معايا، وكل شتا بعد ما بيخلص هي والتانيين كل ما يخلصوا اروح ماسكه بنفس العمله دي واعمل واحط اكياس واعين حاجتي، وتجي برضو في الصيف اروح مطلع حاجتي تاني. انا وريتكم الرش عشان لو حد عايز منه. كده حبايبي وصلنا لحد اخر الفيديو، وانا حبيت اوريكم الصوره بتاعت السبراي لو حد عايز ياخدها سكرين. وماي باي.